صباح الأنوار، أهلا بيك في سلسلة جديدة ألا وهي الدفاع الهولندي. هتقول لي مالك فرحان كده؟ أقول لك أصل هو دفاع مش واخد حقه ومحتاجين نديله حقه. كفاية إن هو مش شائع وممكن يفاجئ خصمك. الراجل بيلعب دي 4، تلعب أنت الإف 5 معلنا اختيارك للدفاع الهولندي. بس السؤال هنا، هل الإف 5 رد حصريا على الدي 4؟ ممكن ترجع يا اف 5 عينيا، ممكن ترجع يا دي 4 خدامك. يعني لو الراجل مثلا فكر يلعب انجلش اوبننج، هل في شيء بيمنع ان نلعب هذا الداتش ديفنس؟ لا، لا يوجد. اسمه حتى انجلو داتش ديفنس، ساعتها انجلش اوبننج انجلو داتش ديفنس لا يوجد. لاعب هذا النايت، العب داتش ديفنس. لا، طب بلاش هذا النايت، العب داتش برضه، المشكله لا يوجد ما يمنعك. طب لاعب الاي 4، لا مش هينفع تلعب داتش بقى، ده حاجه اسمها دورس جامبت ومش كويس يعني. لو فتحنا الانجن يقول لك في تفوق للراجل 1.4 فبلاش. اذا استسمحك لما يلعب الاي 4 شوف ردك ايه على الاي 4 ورد عليه، بلاش ايه داتش فينس وبلاش العنف. يا اي 4 ممكن ترجعي عينيا، يا دي 4 اطلع بقى عشان نتكلم في الموضوع عينيا برضو. اف 5 وداتش ديفنس. والسؤال هنا، يا استاذ داتش ديفنس، يا استاذ دفاع هولندي، انت عايز ايه من هذه الاف 5؟ بيقول لك مبدئيا مفيش اي 4، وان كان بيني وبينك في اي 4، ده ستانتون جامبت وهنتكلم عنه يمكن في الحلقه دي بس قدام شويه. ولكن خدني على قد عقلي، بنقول مفيش اي 4 لان ساعتها انا هاكل هذا البيضه. هترد عليه بقى هترجعه مش هترجعه، هنتكلم في الستانتون جامبت كمان شويه. بس كلامك مبدئيا بتقول له ايه؟ ما تلعبش اي 4. جدير بالذكر، ارجع يا اي 4، جدير بالذكر هذا دفاع يؤدي الى ماتش في حد فينا هيكسب، يا انا يا حضرتك. يعني التعادل ده فكره هتصبح بعيده. حلو، حلو. طيب انا ضاغط او مراقب او مصعب الاي 4، الرد بتاعه الرئيسي، يعني انا هوريك الاول اللاين الذي يفضله واعتمده الاخوه كبار الاساتذه، وبعدين نشوف الناس الغلابه بتلعب ايه. كبار الاساتذه بيردوا على طول بالجي 3، عايز يفنكت البيشوب بتاعه ويعمل حمايه لمربع الايه، الاي 4. هطور النايت. تطوير النايت ده جميل قوي. اولا منع وزيرك انه يجي يديني كش، طبعا لو البدء بتاعي يتلعب يعني. رقم 2، انا براقب مربع الاي 4. فنكة البيشوب، انا كمان عايز افنكة البيشوب بتاعي. يطور النايت، عايز يبيت، طورت البيشوب، الراجل بيت انا بيت. وهنا احنا ده الخط الرئيسي، بس له كمالة صغيرة كده. بيلعب هو بقى السي 4، عايز يلعب السي 4 وبعدين يطور النايت بتاعه، عايز ياخد مساحته في جناح الوزير، لا بأس. انا الاول بفتح للبيشوب بتاعي من ناحية، وعايز العب الاي 5 في وقت من الاوقات، او العب السي 5 حتى، يا اخي انا حر. بيطور النايت بتاعه، برشح لك هنا نقلة السي 6. ليه السي 6؟ ليه الوارسو فاريشن ده؟ اولا هذا البيشوب ريحت دماغي منه خلاص، لا يشغلني ولا يقلقني، مستقبله ما بعدش قوي، ما عادش ماسك وتر قوي يعني ولا مهم ولا حاجه. رقم 2، النايت بتاعك ملوش مستقبل بقى، ما تعمليش مشاكل. النايت بتاعك اصلا هتطوره ازاي؟ انت محتاج تعمل شربات عشان تطوره يعني. فنقله جميله وكويسه جدا. لو شفنا كمالة هذا الخط لعله بيزيح على حضرتك، حضرتك هتعمل ايه في هذه الحاله؟ هتقول له انا هلعب الاي 5 بقى نفسي فيها. يقول لك مش هسيبك تلعب الاي 5 اللي نفسك فيها، هاخد بالمرور. اقول له اشكرك، خد وافرح، هطور قطعه واستعيد البدء بتاعي. الراجل ما يسيبش البدء بتاعه بتاع السي محمي، فعلى طول يلعب البي 3، بيعمل له دعم. وبعدين انا النايت بتاعي مثلا ممكن بقى تكمله بان حضرتك عايز تطور النايت، تناول بيه تجيبه في مكان اخر، يطور هو البيشوب بتاعه. يعني هذا هو اللاين الرئيسي، وما يعرف باسم لينجراد فاريشن او تفريع لينجراد. حلو. لو تخيلت مثلا الوزير بتاعك يطلع بهذا الشكل، يعني البيشوب بقى يرجع يحمي البيدق، والرخ بيفتح لها لو عايز تتحرك او حاجه. وهذا هو التفريع الرئيسي. وعلى فكره عايز اقول لك على حاجه. ايه الحاجه اللي عايز اقول لك عليها؟ انا هقول لسيادتك ايه الحاجه اللي انا عايز اقول لك. انه يمكن ان تصل الى تفريع لينجراد ولكن بترتيب نقلات مختلفه. ماذا تعني سيدي الفاضل؟ يعني هو مش راجل لعب دي 4؟ حصل. حضرتك لعبت الاف 5؟ تقول لي حصل. كان بيلعب الجي
3 وده الشكل المباشر ليها. طب ما هو ممكن يلعب السي 4 الاول. فاهم القصه؟ تقول هطور النايت، يفاجئك هو مثلا لعب الجي 3 برضه، حضرتك تعمل، فهو يعني انت فاهم يصل الى ترتيب النقلات واللي هو عايز يعمله، ولكن بترتيب ايه مختلف. لعله يبدأ بالنايت، لا بأس. يعني لعله بعد يلعب النايت الاول فحضرتك تلعب النايت بتاعك يعني انت فاهم القصه. توجد نقلات مختلفه ان يوصل بيها لللينجرات، وهذا هو الايه اللي يعتبر المين لاين من لاين، يعني ده اللي خلاصه الخلاصه. طيب تعالى بقى نرجع من البدايه عشان نشوف بعد ما خدنا الفكره الرئيسيه. في الاخر خالص هوريك، لازم نتكلم بقى عن السي 3. الفكره المحببه، يعني هو المحبب ايه؟ حضرتك بتلعب على تشيس غالبا مثلا، مش بتلعب مع كارلسن ولا ناكامورا، انا عارف. بيلعب هو الدي 4، حضرتك بتلعب الاف 5. توقع من خصمك على ده يعني كريمه المجتمع في الليد تشيس بقى، هيلعب لك السي 4. دي اللي شعبيتها اعلى على الليد تشيس. طب ليه؟ هنتكلم عنها، ولكن ايه في الاخر. تعالى النهارده ناخد اللاين الذي يليه، وناخد لاين بالترتيب كده لحد ما نفهم الدنيا رايحه على فين. طيب تعالى نشوف التفريع الجميل ده. الراجل بيلعب دي 4 اف 5 دفاع هولندي. طور النايت بتاعه، بيقول لي مراقب بحصاني مربع الاي 4، عايز العب اي 4. النايت بتاعي مراقب هو كمان والبيدا الاي 4، مفيش اي 4. اطلع يا عم نايت، رجعت دي يا عم، رجعت دي، ده انا معتمد عليك في الاي 4، بترجع ليه؟ معلش بيعتذر يا اخوانا، مش هيكرر هذا الامر تاني. يطلع بالبيشوب بتاعه، يروح للجي 5. بيشوب جي 5 عايز منها ايه يا عم؟ يقول لي اعرفك بنفسي، اقول له اتفضل. يقول لك انا تفريع رافائيل. يا اهلا وسهلا يا فندم، عايز ايه يا استاذ رافائيل؟ يقول لي انا بفكر اكل حصانك عشان خاطر العب الاي 4. اه ده انت مكار قوي. طيب انا هطلع على طول بالدي 5، مفيش اي 4. كماشه محترمه هي بتمنع الاي 4. اديني الحصان، اقول له الف هنا، ويلعب هو ساعتها. طبعا هو طلع البيشوب بتاعه فبيقفل بقى خلاص، ما عندوش ادنى مشكله خالص. بطور البيشوب بتاعي، بيطور البيشوب بتاعه، بطور النايت، وخلصت هذا الامر. بس ده المهم في تفريع هذا الرافائيل. لعله بيلعب البيدق بتاع الاي 3، بيقول لك ما تجيبش ما تطورش النايت. اطور وزيري مثلا يطور النايت بتاعه، عايز انور بالنايت بتاعي مثلا احطه في مكان افضل، تستطيع انك تبيت. وديت فكره رافائيل، واللي انت ايه تعتبر حاربتها. يعني مثلا في بقى هو مثلا عايز ياخد في جناح الوزير اكتر، انت ممكن تفضل تستمر تنور بالايه بهذا النايت مثلا. ده احدى التفريعات اللي موجوده في هذا الرافائيل والخط الرئيسي بتاعه. تقول لي بس هو ضيع بامتياز الفيلين، هو حر بقى يضيعه ولا ما يضيعوش، هو كان عايز يلعب الاي 4 باي ثمن، وانت حضرتك بالكماشه اللي عملتها ديت ايه منعته. بس على فكره هو ممكن يعمل تفريع تاني ثانوي في رافائيل، ان هو يعني بعد ما طلع بالبيشوب بتاعه مش لازم ياكل. هتقول لي ازاي؟ يعني حضرتك لعبت على طول الدي 5، فهو قال لك خلاص طلعت البيشوب وانا هلعب على طول الاي 3 موجوده برضو. انت بقى ممكن تدعم بهذا الشكل، النايت يتطور، البيشوب ممكن بقى تعمل يعني يبيت، هو يبيت برضو. ده اللاين موجود ولكنه ما بيتلعبش اكتر. ما ينفعش ياكل طبعا باي شكل من الاشكال، والبيشوب بتاعه متعلق والقصه، فبيعمل ايه طبعا؟ بياكل، سيادتك بتستعيد، وبعد كده بيشيل النايت بتاعه، وهذا اللاين طبعا اقل في الفايده بالنسبه له. تمام. هذا الامر لو فكر خصمك يلعب تفريع رافائيل، تفريع ما فيهوش مشاكل، ما بيتلعبش كتير قوي، بس لا مهم وموجود برضو، يعني موجود. بس اديك فهمت فكرته كلها. اهم حاجه تعاقبه بحركه الايه الكماشه اللي انت عملتها ديت، ان هو لما بينزل بالبيشوب بتاعه، اول ما بيطلع بالبيشوب بتاعه حضرتك على طول تلعب الايه الدي 5، وتقول له ودع الايه الاي 4 دي خلاص. طيب لحد دلوقتي ده كلام ايه جميل ومحترم. تعالى ناخد فكرة تانية بقى بعد ما شفنا هذا العم رافائيل، ونشوف ايه الافكار اللي في جعبة هذا الهولندي. ماشي، دي 4 اف 5 دفاع هولندي وما بنخافش. لا خاف. بيشوب جي 5 على طول، على طول كده، على طول كده. اه انت مين يا عم؟ يقول لك اعرفك بنفسي، انا الهوبتن اتاك. حصل لنا الرعب يا سيدي. طيب بسيطة، هفنكت البيشوب وبعدين نشوف النايت هنطوره ازاي. هطور النايت بتاعي، عايز اراقب مربع الاي 4 والعب الاي 4.
هفنكت البيشوب بتاعي، يلعب الاي 4، يلعب الاي 4، خلاص العب. هناكل، هيستعيد بالايه؟ بالنايت، ما عندناش مشكله. امشي يا نايت، وعايزين نفتح للبيشوب نطوره. مشيت. امشي يا نايت تاني. مشيت. هطور النايت بتاعي بهذا الشكل. الله، ليه؟ عايز ايه؟ انا هطور النايت بتاعي، احمل بيشوب، عايز اعمل هذه المناورة، واقول البيشوب بتاعك انت غير مرحب بيك. يقول لك يا سيدي يعني ما كانش العشب مش اصول ضيافة، مش هشيله من الوتر، ده انت غيتت بقى. طيب هبيت. يطور البيشوب بتاعه، وبعدين بعد ما العب انا بلعب بقى السي 5، ما تقدرش تاكل والا هيبقى فيها هذه المشكله. فيقول لي لا لا انا العب ليه كده اهو، مفيش داعي للعنف. امشي يا نايت تاني. يقول لي مش عارف انا مزهقك ليه. معلش، اديني بقى حريتي، اطلق يديا في جناح الوزير. اطور النايت بتاعي، طور النايت، يعني دي بقى مش لازم اتعمق قوي كده. النايت بتاعي عايز احطه بقى في مكان افضل يبيت. اديني البيشوب. يقول لي لا هاخد بالنايت. طب انا هستعيد، طورت قطعتي بتاعت البيشوب الاخيره. في احلى من كده؟ زي الفل زي الفل. الانجن شايف ان الوضع ده تعادلي، هو مدي 2 من 10 لخصمك، ولا نسيبه يفكر كده؟ الانجن شايف ان خصمك افضل ب 2 من 10. 2 من 10 حاجه طفيفه طبعا وسهله، بس يعني افضل ليه يا عم؟ احنا زي الفل اهو، قطعنا زي الورد والدنيا جميله. عيبنا ايه في اللي احنا فيه ده؟ وكان هذا الهوبتن اتاك. يقلق ولا يقلق ولا حاجه، انا شايف ان هو لطيف جدا ومفيش ادنى مشكله. طيب تعال نرجع بقى ونشوف، نحمل في جعباتنا فكرة أخرى ولا ما نحملش فكرة أخرى. ارجع يا أساتذة، نرجع يا حضرات، نرجع كل واحد مكانه، مفيش داعي. دي 4 اف 5 ومفيش اي 4. يوم هو يقول لي ايه؟ اي 4. اي 4 مش قلت لك مفيش اي 4؟ يقول لي هلعب اي 4. ستانتون جامبت. هذا الستانتون جامبت لا ينصح به، خاصة يعني لو هو ما لعبش لعب دقيق بعديه ممكن يقع في مشكلة. بدأ مقبول يا سيدي. هات البدأ بتاعي، مالكش بيادق عندنا، النايت بتاعي بيحمل بيدق. بهدد ان اكل هذا النايت واخد البيدق. بطور النايت التاني بتاعي، والاستاذ بيزيح عليك. على فكرة النقلات دي كلها مفروض اجبارية، هو لاين مفروض يلعبه عشان يحافظ على الدنيا بتاعته شوية. شلنا النايت من التهديد، طور وزيره، واصبح البيدق بتاعي المسكين ده مضغوط عليه بقسوة. هات البيشوب بتاعك الغير محمي. ما عنديش وقت اضيعه، استعيد انا بالبيدق. يقول لي اديني البيدق بتاعي. ماشي كش. هتحميه ازاي؟ يقول لي الموضوع سهل، نلعب احنا على طول السي 3 ونمشي البيشوب بتاعك. مشينا البيشوب بتاعنا، والاستاذ يزيح على هذا البيشوب. اكل وهو يبيت طويل. ماشي، انا عايز اطور بقية قطعي، اعمل ايه؟ هبيت الاول، وبعد كده يسحب هو النايت بتاعه، وعايز اطور القطعة، فمضطر ان اسيب له هذا البيدق كطعم كده ياخده. وبعد كده عايز اطور البيشوب التاني بتاعي كمان، يطور هو النايت بتاعه، اطور البيشوب، يشيل طبعا الرخ من التهديد، ودنيتك لطيفة جدا. وهذا هو الخط الرئيسي في هذا الامر. ده الستانتون جامبت. لو اللي قدامك لعبه مفروض هو يمشي بالنقلات دي بحذافيرها عشان يحافظ على الافضلية بتاعته، الا هيكون البدء بتاعه ممكن يروح يعني راح سودا كده. هو بصراحة ساعات البدء ما تعبتوش، بس هو المشكلة ان هو بيكون بيفاجئك باللاين ده ما انتش ايه محضر. طيب انا متهيألي احنا النهارده اتكلمنا عن حاجات كتيرة، لسه فاضل حاجات مش كتيرة قوي. فاضل عندنا طبعا الستون وول والدوتش الكلاسيكي، دول لازم نتكلم عنهم الدرس الجاي. اتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالحلقة بتاعت النهارده. الحلقة بتاعت النهارده انا تعمدت فيها ما كترلكش التفريعات السنوية. كده كده هذا الدفاع غير شائع. لو كترت لك التفريعات السنوية انت هتتقفل ومش هتحب تلعب. العب، ولو فاجئك يا سيدي لاين جديد ولا حاجه في الشغل ابدا ادرسه ونبدا نفكر فيه. قول له قابلت اللاين الفلاني ما عرفتش ارد عليه، لكن هضغطك او هكتر المعلومه عليك هتلاقي نفسك فصلت ومش عارف تكمل.
مشكله الفيديوهات التعليميه ان هي بعد وقت قليل، يعني انت لو خدت اي فيديو من فيديوهاتي معاك في السرير وعندك ارق، اوعدك هتنام في وقت مش كبير. فيديوهاتي متجربه وياما نيمت ناس. سبسكرايب لو عايز تنام، قصدي لو عايز تكمل باقي السلسله. اشوفك الحلقه الجايه على خير، وسلام.